صباحكم فل ومساكم احلى مع محمد حسن اتش دي في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وفيديو اليوم بخصوص قنوات اس اس سي الرياضيه بعد الاستغناء عن جميع موظفيها والاستعداد للاغلاق قريبا. كنت حابب اعمل معاكم فيديو لتوضيح هذا الامر بعد السؤال المستمر وبعد انطلاق منصه ثمانية لحصولها على الدوري السعودي للمحترفين بصوره مجانيه لحد 2031. فكنت حابب اكون معاكم بفيديو لتوضيح هذا الامر. اخبط اللايك المتين ويلا نبدأ. وبعد ما رجعنا مع حضراتكم هنا عشان نتكلم بتفاصيل اكتر بخصوص قنوات اس اس سي الرياضيه وبعد الاستغناء عن جميع موظفيها والاغلاق قريبا، كنت حابب اكون معاكم بفيديو لتوضيح هذا الامر وبعد انطلاق منصه ثمانية، وهتكون المنصه الوحيده المسؤوله عن بث الدوري السعودي للمحترفين 2025 2026 واطول فتره بث لقنوات تم حصول الدوري السعودي عليها حتى 2031. اما بخصوص قنوات ثمانية اللي تم انطلاقها مؤخرا وهيكون ترددها هو 12360 فيرتيكال 27500، وتم انطلاق 3 قنوات تحت هذا الاسم في لستة القنوات بعد ما تعمل عملية البحث على التردد اللي موجود معانا ضمن المنصة الخاصة بيها. تقدر تشترك برضو فيها مجانية، وفي نفس الوقت التلفزيون الذكي لو انت عندك تلفزيون سمارت. اما بخصوص قنوات اس اس سي الرياضيه مفيش اي خبر مؤكد بيقول ان هيتم اغلاقها قريبا. هي بتعمل اعاده هيكله من جديد علشان عندها بعض البطولات ما زالت موجوده عندها على منصه قنوات اس اس سي الرياضيه، وارد يتم اغلاق القنوات بس مفيش اي خبر بصوره رسميه. فكنت عامل معاكم الفيديو على سبيل التوضيح والتاكيد. كان معكم منشئ المحتوى الاول في عالم الترددات والقنوات على نايل سات.